للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. حكم ادى ضربه مرمى ورجع استشار المساعد بتاعه فاداله ضربه ركنيه. لعب عاليه حسام حسن يجيب جول التعادل. هنشوف الكرة مرة ثانية. حسام حسن بيكملها جوه الجول وكده يبقى في الدقيقة 40 بيتعادل النادي الأهلي بهدف. هنشوفها مرة ثانية. جول للنادي الأهلي بيجيب حسام حسن من ضربة ركنية على لعبها على ميهوب توصل لحسام حسن بيكملها جوه الجول وتبقى النتيجة 1-1. كرة هنشوفها مرة ثانية على ما يهوب لعبها حسام حسن بيكملها. أيمن طاهر ونبيل من الدور السابع المرة دي يقطع نبيل محمود وتروح لوليد. وليد يجيد المراوغة انما مبتعد بعيد فترة عن مباريات الإصابة وتروح لحسام حسن وحسام حسن بيحط الجول الثاني. حسام حسن بيجيب الجول الثاني. يا حسام يا حسن يا حسام يا حسن يا حسام يا حسن هداف يا ابني بدرجة خطير جدا. هداف بدرجة خطير جدا بيفرض سيطرته ونفوذه حسام حسن على مملكة الهدافين ويحط لنا جول جميل جدا. حسام حسن وقف على انه تسلل لمها حسام وبامكانيات ومهارات المهاجم بيحطها حلوه قوي. انما التمريره كمان حلوه. تمريره حلوه وبتتحط حسام حسن على يمين نادر السيد وتزداد المقدمه احمرارا. يا هداف يا سلام يا حسام يا حسن. هداف يا ابني بدرجه خطير جدا. هشام حنفي على ما اعتقد هو اللي حطها له ويحطها حسام حسن في اقصى الزاويه اليمنى لنادر السيد. طبعا هو بيفرض سيطرته ونفوذه على مملكه الهدافين. حسام حسن بتكمل موهبته في التهديف في حاسه الشم اللي يمتلكها داخل مربع العمليات وخارج مربع العمليات. وعموما مربع العمليات هي منطقه نفوذه يا عم حسام حسن. ضيع جول حط كرة في العارضة جاب جول. 2-0 اهلي. طبعا في الدقيقة 41 وتكتسي مدرجات استاد القاهرة باللون الأحمر. كابتن مصطفى يونس اللعيب الهديف في النادي الاهلي مبسوط طبعا. تيمو الانتماء موجود في الدقيقة 41. انما باين يا جماعة باين محدش ينكر ان النادي الزمالك الشوط الثاني ليس هو نادي الزمالك بالمرة. الحق يقال ان النادي الاهلي سيطر سيطرة كاملة ولعب لعب جماعي. اهو حسام حسن وطالع له نادر ويحطها على يمين نادر أرضية زاحفة علشان يجيب جول جميل جدا ويرفع عدد أهدافه للرقم 11 ويرفع عدد أهداف اللقاءات الخاصة بين الأهلي والزمالك للرقم 88. حسام حسن هداف لسه جايب في 5 ماتشات الاخرانيين جاب اجوان والنهارده بيجيب اجوان. يعني جاب في الاتحاد جاب في المقاولين جاب في دمياط وجاب في الالومنيوم. في اخر 4 ماتشات جاب 5 اجوان. النهارده في المباراه ال5 والهداف هو اللي بيجيب في كل مباراه جول. حسام حسن له هداف مؤثره مع نادي الزمالك ومع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. الدقيقه 42 وادري عبد العظيم في موقف يحسد عليه صفر جول و2-0. وقبل الماتش طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الزمالك كان ليه 66 نقطه وليه 58 جول وعليه 18 جول. الاهلي في المرتبه الثانيه ليه 66 نقطه وليه 52 جول وعليه 12 جول. المكسب النهارده بيعتبر ب6 نقاط لان لو الاهلي كسب واستمر في مكسبه وهيرفع رصيده ل 69 نقطة يبقى عشان الزمالك ياخد الدوري لازم الاهلي يخسر الماتش اللي جاي والزمالك يكسب. في اعتراض طبعا على الجول على ان في تسلل بيتكلموا وبيعترضوا لعيبه نادي الزمالك والاجهزه الفنيه واللعب واقف. وشاف كابتن نبيل نصير وليد صلاح الدين بيلعبها لهشام وهشام عملها حلوه قوي
لحسام، وحسام طبعا عملها حلوه قوي، يعني التمريره حلوه، الانتاج قومي قوي يشرفنا في المحافل الخارجيه. جميل قوي ان احنا نستمتع بالدوري العام ونستمتع بالاداء الكروي من اللاعبين، لكن كل ما هيزيد مستوى اللاعب داخل بلده كل ما ده هيكون له انعكاسه الطيب، لان نتمنى ان هو ينعكس على مستوى اداء منتخبنا ان شاء الله الفتره اللي جايه، وبالتوفيق باذن الله. مره ثانيه من ناحيه الشمال ياسر ريان، ارضيه حسام حسن، وحسام حلوه جوه جول جوه جول. الله الله الله، ايه يا ابني ده؟ ايه ده يا ابني ده؟ ايه ده يا ابني ده؟ الجول الثاني للنادي الاهلي من قذيفه مدويه على يمين حسين السيد في المقص اليمين في الدقيقه 19 من الشوط الاول. مش معقول، ياسر ريان ماشي وحسام حسن ويلم حسامه من زاويه ميته جدا، يحط قذيفه مدويه على يمين حسين السيد. 2 لوليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين وجنبه حسام بيقول له هاتها، يلعبها ليوسف، ويوسف يلعبها بالعرض لحسام، وحسام عاوز يعمل هات وخد، وعملها خد وهات وخد. حسام حسام حسام، ويحط حسام الهدف الثاني للنادي الاهلي في وقت قاتل بفضل وليد صلاح الدين اللي نزل في توقيت قاتل جدا وعمل هات وخد مع حسام حسن اللي ينفرد بنادر السيد ويركن الكوره باقتدار على يمين نادر السيد ليتقدم النادي الاهلي في الدقيقه 41 بهدف ثاني 2-0. شوف بقى هنشوفها مع بعض، ادي حسام وهات وخد على طول مع سيد عبد الحفيظ. حسام وسيد عبد الحفيظ يعملوا هات وخد مع بعض ويتقدم النادي الاهلي بهدف ثاني حسام حسن في الدقيقه 41 من الشوط الثاني. في الدقيقه 41 من الشوط الثاني ريان ماشي، ياسر ريان في مساحه فاضيه خالص، ماشي ياسر، ماشي ياسر، ماشي ياسر وثلاثه حواليه، وعرضيه في منتهى الخطوره. حسام حسن، حسام حسن، حسام حسن يضيف الهدف الخامس له في مباريات القمه والاول له النهارده. حسام حسن، يا سلام يا حسام يا حسن، اتعملت حلوه قوي 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 من ياسر ريان اللي قلت لحضراتكم فاتح خط النار ناحيه الشمال الحقيقه ياسر ريان، وينشن ياسر ريان على راس القدير المتمكن المتمرس في احراز الاهداف ويحطها بقوه واقتدار. يحسد عليهما حسام حسن وسط مدافعي نادي الزمالك، ويبقى الهدف الاول للقدير حسام حسن في الدقيقه تقريبا 9 من زمن الشوط الاول. ياسر ريان اهو من ناحيه الشمال، وادي الجبهه الساخنه جدا للنادي الاهلي، وادي العرضيه، وادي القدير